عايز تاكل كبده دوجه، بس لو عايز تعرف عليها شو بيبيعها بكام. انا من يوم ما ربنا ما خلقني وانا كده، اللي بيفهم في حته الكبدايه زي اللي بيفهم في حته اللحمه الجملي زي اللي بيفهم في اللحم الكندوز. الطحال الجملي فلتر جملي، صلى على سيدنا النبي. والكبدايه من غير كده ومن غير ده ولا. ولا يا عم علاء، نعم يا قلبي. ازاي بيشتغل بلبسه ده اللي هو متبهدل دم وكده يعني؟ والله الحمد لله فضل من ربنا زي ما قلت لك اخويا. انا بجيب الجمل بنشتروه بايدينا ونبيعه على ايدينا، واحنا اللي بنذبحه بنشتغله بايدينا، واعمل فيديو معايا حضرتك في المذبح وانا شغال الجمل. غصب عن لازم الطبيعي ان الهدوم يبقى فيها دم، ده لازم يبقى غصب. الناس بتقول لك يعني في حته الكلابسه او الدم ولا الكلام ده. تمام، ما برضو التغيير والنظافه موجود. واي حد مثلا بيعالج الحاجه دي ده كتر خيره انه بيوعيني للصح. كل سؤال ممكن انت تساله لي او حد يساله لي او حد يعالج عليه ده بيبقى صح، ينجحني يطلعني لقدام. اما ما اردش او ازعل او اتبمس ده ارجع لورا. على فكره برضو من باب وتلت انا بحب اي حد يعاتبني في كلام صح كلام غلط، انا بسمع من اي حد وبتقبل كلام اي حد. لازم عشان فده برضو ممكن برضو وجهه نظر صح. الكلابز بس والله الحمد لله انا من يوم بشتغل كده. هو زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، انا ببيع بقلبي واللي بيحلاها ربي اكتر ولا اقل. هو اللي بيحلاها الملك، ولا كلابزات ولا جلابيات ولا تيشيرتات. هي كده، هو ده الطبيعي بتاعي. انا من يوم ما ربنا ما خلقني وانا كده. ما ينفعش، ما اعرفش اتغير خالص واطلع من بند الدم واجي بشويه البرفان والتيشيرت الجديد. هو زي ما انا الطبيعه بتاعتي دي كده، والحمد لله زبايني بحب على كده، وانا حابب زبايني على كده، ولا اقدر ولا اطلع منها خالص. تفتح المكان اكيد المكان لا المكان ان شاء الله يغير كل حاجه خالص باذن الله. انا والرجاله كده يبقى في طقم للرجاله وطقم ليا وقلبزات وكل حاجه، فاهم؟ زي الشغل بتاع اللي في المندي فوق بالظبط كده. ورينا بقى الكبده بتاعت النهارده. صلى على سيدنا النبي. زيدي النبي صلى. ما شاء الله. برضه من ضمن حسب النيه بتاع الواحد، انا بشتغل بنيه وبرمي حمولة على ربنا. بص لسه بدينا زي ما هي، مش اول ما جيت مثلا رحت عامل كده واشيلها تحت ولا اخبيها واروح مطلع لك دي كده. ماشي يا عم، مش الدقيقه دي بتبقى موزونه مع الكبده؟ موجوده موزونه لوحدها. لا هو كله عندي على الطبيعه. بص لسه برضه لسه سليمه زي ما هي، ما اتشالتش. بص حبل واحد، صلى على سيدنا النبي. والكبدايه من غير كده ومن غير ده ولا لا لازمه ولا لا طعم ولا حاجه. الاكيل والزبون النظيف ابن البلد او بره البلد، معذره لا اي زبون عامه على راسي، اللي بيفهم في حته الكبدايه زي اللي بيفهم في حته اللحمه الجملي زي اللي بيفهم في اللحم الكندوز، عارف ان من غير ده ملوش لازمه. هو ده اللي بيحليها. حصل. صلى على سيدنا النبي. لو عايز تاكل كبده دوجه، بس لو عايز تعرف عليها شو بيبيعها بكام، شوف سعر عليها بكام وشوفها بره بكام. صلى على سيدنا عنده الكبده دي وارخص واحد عليه. عارف ليه؟ عشان قديم في المينا قلبه حديد، ربنا يستر عليه. اخويا عم هلال صلى على النبي. زيد النبي صلى. اولا كده انت بتبيعها بكام؟ انا ببيعها ب 850. ب 800 لسه مغلى 50 جنيه كده اديتها انا اسبوع، اما كنت ببيع ب 800. خليتها عشان الدين دوت، ما اخدش دين واشتكي وبعد كده ارمي واقول لا. هو جه رزقي ورزق الزبون، زي ما ربنا جبر بخاطر يجبر بخاطر الجزار. برضه الجزار عشان يجوا في النار احنا عارفين اللي احنا بنذبحه. صلى على النبي. ده ربع كيلو للشيخ سيد. بس الناس قالت ان الطحان ده غلط. لا ده فلتر دم. الطحال الجملي فلتر دم، فلتر دم لاي حد ولاي سن، وكل منهم ما تخافش. لو كل يوم ربع كيلو 10 ايام يغير دم جسمك كله. الطحال الجملي بالذات عندي او عند غيري زي ما قلت لك قبل كده، مش عندي انا بس، في اي مكان. صلى على النبي. صلى على سيدنا النبي. بعد ما يستوي والله ولا تعرفوا طحان ولا تعرفوا لحم اللي يصلي على سيدنا النبي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان الطبيعه والبلد يوكل، وزي ما قلت لك ببيع بقلبي واللي بيحلاها ربي، لا اكتر ولا اقل. صلى على سيدنا النبي. عمي سيد عايز حته طحان ولسه مصاب عايز طحان، كان لسه بيضربني في ظهري، بس دي لسه مصاب، ده اخر حاجه. زعل عشان مفيش طحال؟ اه والله كان لسه بيضربني في ظهري. مع ان الناس طبق غازي. حته من قلبي يا قلبي. بص في الجمل في العجل في الخروف في طرب وفي منديل، اما عندنا احنا يختلف. ليه؟ بتاع العود لبني وعلف، اللي يصلي على سيدنا النبي يكسب. وفي حاجه وروني تاني كده، وروني تاني. الحب بعد المداوله، ممكن بعد ما عم مصطفى يفطر نقول لك ايه رايه فيه. منديل
الله اكبر. صلى على النبي. شغل يا صاحبي. شغل يا معلم. طلع لي حته كده. ايه؟ اللي يسوي ده بس الدنيا بحالها بعمل اي حد، كله عنده صوت، كله بيعرف يحكي، بس ده عم الثروه بس. في حاجه ده بعد ما بيستوي فايدته ولا طعمه؟ ده بالظبط زي شوربه السيفون، هو ده بالظبط. هو ده الجمبري يا عم الحاج. صلى على النبي.